كلياتنا سمعنا بتغيير العملة الجديدة، وبلشت هالعالم تنشر هالصور شي يمين وشي شمال، وإشاعات عم تقول إنه الليرة رح يتغير اسمها من الليرة للدينار، ونحن الشعب السوري بالإشاعات ما في أشطر منا. والصور بلشت تنتشر، وأغلب هالصور هي عبارة عن ذكاء اصطناعي. بس أحلى شي بهالموضوع إنه صورة الزرافة والحمار يلي خلفه رح تنشال وأخيرا من العملة السورية. وقبل ما نبلش بموضوعنا بنتمنى منكم يا مشاركين الأكابر لايك وشير وسبسكرايب، ويلا على التفاصيل. بس عجب صورة مين رح تنحط؟ إن كان أشخاص ولا رح يحطوا آثار أو معالم سورية؟ وهل إذا كان أشخاص رح يحطوا لنا صورة شخص بارز كان بأوقات الثورة السورية؟ بس ما تقولوا لي تحطوا لي صورة الشرطح أحلى شيء ومرقصوا لك 7-1-5-8-0-1. سوريا جنة. قامت باكلك قامت باك لك شيء بكي ولك شيء بفرح القلب، ولك سوريا جني، لك جني. أو صورة موسى العمر ممكن. وعلى فكرة على سيرة موسى العمر، والله العظيم شي ببرد القلب آخر مقابلة، يمسح الأرض بكل واحد عميل وخاين. بس الشغلة الوحيدة اللي انتقدته فيها أنه يسمح للطرف الثاني يحاوره. مو يعني إذا حاورك أو كان ضد رأيك فهو ضدك شخصيا. لازم نتقبل قصة تقبل الآراء وتقبل الأشخاص. بس هالملاحظة الوحيدة هي أنه لما شخص يناقشك اسمعه، أنت عم تمثل بلد وعم تمثل حكومة. وموسى العمر هو ضل كان ما طلع فيه على القمر وعلى الأرض ومن فوق البحر ومن تحت البحر وبباريس وبقصر الشعب وعلى التلفزيونات. صفت على سيدي حطوا لنا صورته، لك هيك أريح لنا خيو، خلاص بنشوفه على العملة وبس. لكن بلكي بيخف علينا شوي ولو. أنا شخصيا بتمنى أشوف صورة الساروت. إن كان رح يطبعوا صورة أشخاص فالساروت هو الرقم 1 وبيستحق تنطبع صورته على العملة. أو إذا كانت آثار ما في مشكلة، عنا آثار والحمد لله كتيرة. نرجع لموضوعنا الأساسي. بعد التحولات والتغيرات الاقتصادية والسياسية اللي طرأت على سوريا والأبرزها هي رفع العقوبات عن سوريا، قررت الحكومة السورية الجديدة أنه تطبع عملة جديدة للجمهورية العربية السورية، وبالتحديد خارج سوريا بكل من دولة ألمانيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة. وهذا القرار بيحمل بين طياته كتير مؤشرات سياسية واقتصادية عميقة. والتساؤلات اللي بتطرح، ليش هلأ وليش تحديدا بكل من ألمانيا والإمارات؟ وشو بيعني هالقرار لمستقبل سوريا الاقتصادي؟ بعام 2012 ووقت ما اشتدت العقوبات على سوريا، اضطرت سوريا بالاستعانة بروسيا لحتى تطبع عملتها اللي كان مطبوع عليه صورة الحمار بشار وأبوه يلي خلفه. وهذا الاعتماد كان أحد أوجه العلاقات الاقتصادية العميقة بين سوريا وروسيا، بس هو بالواقع فقدان للرمز الاستقلال النقدي السوري. وهذا الشيء اللي أدى للتضخم وارتفاع الأسعار وكتير مشاكل اقتصادية عانينا منها. بس اليوم مع تخفيف جزئي للعقوبات الأمريكية والغربية على بلدنا وتراجع النفوذ الروسي بسوريا، بدأت حكومة دمشق بخيارات بديلة وأكثر توازنا. وبحسب تقارير إعلامية وأبرزها رويترز، قررت حكومة دمشق بعد التغييرات يلي صارت انه تفتح قنوات مع شركات اماراتية اللي هي ابرزها شركة اومولت، وشركات المانية ابرزها جايس ايكي، لحتى تتم طباعة الاوراق السورية بهي الشركتين. وهالشركتين تعتبر من الشركات العريقة بالعالم في مجال طباعة الاوراق النقدية. شو الجديد بالعملة، او بالاحرى ليش رح نطبع عملة جديدة؟ المصادر بتقول انه عملية الطباعة الجديدة مو بس انه رح تكون طبعة حديثة من الليرة السورية الموجودة حاليا اللي بيعرفها المواطن، رح تتضمن شغلات كتير جديدة، وابرزها ازالة صورة بشار الاسد من الاوراق. وهي القصة خطوة ذات طابع رمزي قوي وبتدل على بداية قطيعة سياسية من الحقبة السابقة تبعية النظام السابق. 2. تصميم حديث وعصري يحمل رموزا وطنية جامعة بدون توظيف سياسي. أظن المقصود مفهوم. إمكانية اعتماد نوي ليرة. كيف يعني؟ اللي هي حذف صفرين من العملة السورية، يعني ال1000 ليرة ممكن تصير 10 ليرات. والهدف من هي القصة تسهيل التعاملات النقدية وتخفيض حجم الكتلة النقدية المتداولة. يعني مو معقول شخص ينزل يشتري طبخة يحط له 50,000 يحمل هيك معه كيس مصاري، هذا الشيء مرفوض.
ليش ألمانيا والإمارات؟ الإمارات اللي هي تعتبر من أحد الدول القليلة اللي حافظت على علاقات مرنة مع سوريا أيام النظام البائد وحاليا، وحتى بأيام العزلة الإقليمية اللي عانت منها سوريا على أيام النظام البائد. وكمان الإمارات تستضيف مؤسسات مالية وحكومية تكنولوجية حديثة اللي بيخليها مرشح فوق العادة وشريك محتمل لطباعة الأوراق النقدية السورية نظرا لما تمتلكه من إمكانية كتير عالية تكنولوجية حديثة بطباعة الأوراق النقدية. ألمانيا ليش؟ لأن هي لاعب محوري بدول الاتحاد الأوروبي، وطباعة العملة هنيك إن كانت فعلا رح تكون بمثابة إشارة لبدء انفتاح اقتصادي قوي بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وخاصة بعد الحديث عن إعادة الإعمار بين سوريا والاتحاد الأوروبي. كمان الشركات الألمانية معروفة بتقنيات الحديثية التكنولوجية اللي بتحد من تزوير العملة، زائد أنه بتطبع أوراق نقدية ذات جودة عالية. شو الأسباب والدوافع لنسوي عملة جديدة؟ أول شيء نقص السيولة النقدية عنا بالبلد، إن كان عملة أجنبية ولا عملة وطنية. بعد سنوات من التضخم اللي صارت بسوريا بسبب النظام، صارت الأسواق السورية عم تعاني كتير من نقص الأوراق النقدية. كيف يعني؟ شو الأسباب والدوافع؟ طبعا نقص السيولة النقدية هذا أول سبب. تعرفوا مثل ما على أيام النظام البائد كان في عنا نحن بسوريا نقص بالسيولة النقدية، وصارت الأسواق السورية تعاني من نقص السيولة النقدية المتوفرة بالأسواق، مما اضطر المصرف المركزي السوري ليعيد تدوير الأوراق النقدية القديمة بشكل متكرر، اللي تسبب بتلفها وسوء جودتها. رقم 2، لحتى نستعيد الهيبة المالية اللي لازم تكون موجودة بسوريا، إصدار عملة جديدة بطابع نظيف وجودة عالية بيساعد بإعادة بعض الثقة بالليرة السورية داخليا وخارجيا. ورقم 3، تحمل السياسية. التخلص من صورة بشار الأسد وأبويا اللي خلفه مو مجرد قرار، لأنه هاي رسالة موجهة أول شيء للداخل السوري وللخارج، أنه نحن كشعب سوري وكدولة سورية قدام مرحلة جديدة وكتير مهمة. تحديات أمام الليرة الجديدة. شو هي التحديات اللي رح نواجهها لما رح نصدر ليرة جديدة؟ أول شيء انعدام الثقة الشعبية. كيف يعني؟ كتير من السوريين بيعتبروا أنه إصدار عملة جديدة ما بيغير من الواقع الاقتصادي شيء، لأنه العملة بتكتسب قيمتها من الاقتصاد مو من شكلها. 2، التضخم المستمر. بعد إصدار العملة الجديدة إذا ما كان في خطوة بترافق إصدار العملة بإصلاحات حقيقية بالإنتاج وتحسين بدخل المواطن، رح تكون أي ورقة جديدة انطبعت رح تفقد قيمتها السوقية بسرعة. 3، سؤال الاستقلال المالي. نحن لما كدولة عم نطبع العملة النقدية برات بلدنا بالإمارات أو بألمانيا، فهذا الشيء بيوحي وإن كان مؤقتا على أنه الدولة ما عندها استقلال مالي أو مؤسسة نقدية مستقلة فعالة داخل سوريا. وهذا كمان من أحد أهم الأسباب المهمة أو الأخطار اللي رح تواجه طباعة الليرة الجديدة. وهلأ وصلنا للفقرة الأخيرة اللي بتقول: هل يا ترى رح نشهد إصدارا جمهوريا جديدا للليرة؟ إذا منطلع على التاريخ النقدي لسوريا منلاقي إنه كل تغيير حصل بسوريا سياسي رافقه تغيير بشكل العملة. يعني عهد الاستقلال للانقلابات، وعهد الوحدة السورية مع مصر من زمان البعث، ومن حافظ لبشار، تم تغيير العملة بكل وقت كان موجود في هاي التغيرات السياسية. واليوم يمكن تكون العملة الجديدة مقدمة فعليا لجمهورية ثالثة، الجمهورية السورية الثالثة، ترسم ملامح بأدوات نقدية واقتصادية هاي المرة مو بس بالبارودة وبالسياسة كمان. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، وبنهاية الحلقة أتمنى منكم لايك وشير وسبسكرايب، ونشوفكم بحلقات تانية. سلام.